السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة اللبن. الكيكة دي هشة جدا جدا، هنعملها بطريقة الكيكة الاسفنجية بس بطريقة سهلة جدا، وهنضيف عليها لبن وزبدة او سمنة المتاح عندك. بصوا الكيكة من جوه بيضة وهشة جدا جدا. الكيكة دي في منتهى الجمال ومنتهى الروعة، هتعمليها وان شاء الله مش هتبطلي تعمليها في البيت لما تجربيها. بصوا الكيكة هشة من جوه وبيضة، مش غامقة خالص، وكيكة ناجحة 100%. اي حد ممكن يعملها في البيت، سهلة جدا جدا. وهفتح لكم الكيكة من جوه عشان تشوفوا مدى طراوة الكيكة وهشاشة الكيكة من جوه. صراحة انا عملتها وعجبت الاولاد جدا جدا، مكنتش متخيلة النتيجة دي. بصراحة روعة روعة. تنفع كمان مع الشاي الصبح او بالليل. ان شاء الله هتعجبكم مع كوباية قهوة. ويلا كده نشوف الطريقة مع بعض ونسمي بسم الله. مقادير الكيكة: 400 جرام من الدقيق او كوبايتين كبار من الدقيق، 70 جرام من السمنة، 200 جرام من السكر او كوباية من السكر، 3 بيضات، معلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيس من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وكوباية من اللبن. ويلا بينا ندخل على طريقة التحضير. معانا كده 3 بيضات والسكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وهنضيف عليهم سنة من الملح، وهنضرب على سرعة بطيئة لمدة دقيقتين، وبعد كده على سرعة عالية لمدة 10 دقايق. وهنضرب لمدة دقيقتين على سرعة بطيئة، وبعد كده هنضرب على سرعة عالية لمدة 10 دقايق، وهرجع لكم تاني. بعد 10 دقايق زي ما انتوا شايفين الخليط بيض معايا بالشكل ده، بقى كريمي تمام. هنضيف دلوقتي نص كمية الدقيق، هنضيف نص الكمية بالشكل ده كده، وهنضيف البيكنج باودر، وهنقلب في اتجاه واحد تمام ببطء كده، عشان ما نفقدش الفوليوم اللي احنا عملناه للكيكة. هو ده سر الكيكة الهش تمام. بعد ما قلبنا نص كمية الدقيق، هنجيب كوباية اللبن مع السمنة تمام، هنحطهم في حلة على النار، وهندفيهم. يدوبك هدفي اللبن مش هسخنه تمام عشان مبوظش الكيكة. هدوب اللبن مع السمنة على نار هادية، هدفيهم وارجع لكم تاني. بعد ما دفيت اللبن والسمنة هنضيف نص الكمية على الخليط بالشكل ده، وهنقلب واحدة واحدة في اتجاه واحد برضو عشان ما نفقدش الفوليوم بتاع الكيكة تمام. بعد كده هنضيف بقى بقية نص كمية الدقيق، وهنقلب برضو في اتجاه واحد. بعد كده هنضيف باقي اللبن، وهنقلب برضو ببطء كده. وبكده يبقى جاهز معانا خليط الكيك. هنضيفه في صينية مدهونة سمنة، وهندخله على درجة حرارة 180 وفرن يكون ساخن من قبل كده. زي ما انتم شايفين حطيتها في صينية، هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، وبعد كده هرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين الكيكة طلعت معانا من الفرن، هوريها لكم بقى من جوه عاملة ازاي. كيكة بيضة وهشة جدا وان شاء الله هتعجبكم. بصوا الكيكة هي لسه سخنة، انا رشيت عليها سكر بودر من فوق، ممكن ترشي شوكولاتة كاكاو زي ما تحبي. ادي الكيكة طلعت معانا هشة وجميلة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب لأول مرة تشوفوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.